خد يا ابني، خد يا ابني اشرب الكوبايه ماما مش السوائل ده عايز. قبل ما تبرد يا حبيبي، مش عايز يا ماما. عشان تخف يا حبيب قلبي، عشان تخف يابا. ما السوائل ديت بص هتخلي الكحه تروح من عندك على طول. ماشي، هديك بس شوف العلاج خلص اصلا وفي الاخر ما جابش نتيجه. ما جبتش العلاج اللي انا بتاع الدكتور بتاعي امبارح، ما جبتوش لسه. يا معين يا رب. في حقن مكتوب لك عليها يا ابني، استنى كده. كلم امي، كلم ستك واخد منها فلوس العلاج ونروح نجيب لك العلاج دلوقتي اللي الدكتور كتب عليه. معلش يا يمكن الحقن اللي نجيبها دي يا ابني تعمل نتيجة معاك ولا حاجة. الو، ايه يا ماما؟ ايه ست الكل، عاملة ايه؟ اخبارك ايه؟ ما فيش يا ماما، انا كنت بتصل بيكي بس عشان كنت كاشفة لمحمد امبارح والدكتور كان كاتب لي على روجيتا بس لسه ما جبتهاش، وكان كاتب لي على حقن لسه ما جبتهاش، وما كانش معايا فلوس بصراحة. كنت برن بقى اخد منك فلوس عشان اجيب له العلاج. لا العلاج التاني يا ماما ما عملش نتيجة خالص، العلاج التاني خلص وانا عمالة اشربه سوائل وعمالة اعمل له كمادات ومفيش اي تحسن ومفيش اي نتيجة. مش عارفة، كنت عايزة ولا حاجة 500 جنيه يا ماما احتياطي عشان اشوف العلاج هيكلف كام وهرجع لك الباقي. انت بتقولي ايه يا ماما؟ هو ايه اللي انت بتقوليه ده يا ماما؟ بعد الشر يا ماما، هو ايه اللي انت بتقوليه ده؟ طب ليه كده طيب؟ انا بستلف منك فلوس هديها لك والله يا ماما. هو انت بتدعي على ابني ليه طيب يا ماما؟ طب هو التعب اللي جاله ده بايده؟ الدور ده ماشي. وبعدين لو احمد اخويا ولا عبده قال لك هاتي فلوس، ما انت بتديلهم فلوس عادي، ما بتتكلميش معاهم في حاجه، اشمعنى انا لما جيت اطلب فلوس تقولي كده؟ ماشي يا بابا. خلاص يا ماما حقك عليا، مش هتصل بيكي تاني ولا هطلب منك فلوس تاني. فعلا استلف من الغريب احسن. حاضر، حاضر يا امي. طب ما انت يا امي جايبه سكوتر لحمه من قيمه 4 ايام، الفلوس طالعه لاحمد عادي، متكلميش. وانت الحمد لله معيشك وكويس، وجوز اختي بيديكي فلوس في الشهر. انا مش طالبه منك كتير، بقولك 500 جنيه بس اجيب العلاج لابني واللي هيبقى هرجعهولك. بس تشكري يا امي، تشكري. مش عارفه ليه بتفرقي ما بين عيالك والله. ماشي يا امي، اغلطي على دماغي وجزمتك على دماغي. ماشي يا امي. لا والله مش هتصل تاني، حقك عليا، انا فعلا غلطان. ماشي يا امي. ماشي يا امي. مع السلامه. ان شاء الله هتخفي يا ابني، ان شاء الله هتخفي. اعمل ايه؟ اتصل باحمد اخويا هو هيساعدني، انا لو اتصلت بيه والله هيساعدني. اخص عليك يا امي والله. الو، ايه يا ايه يا اخويا؟ معلش انا عارفه ان انت في الشغل دلوقتي وانا رنيت عليك في وقت غلط، حقك عليا. الله يخليك يا اخويا، الله يخليك، بس كنت محتاجاك في خدمه بس والنبي. الامر لله وحده. بص يا احمد، انا محمد ابني تعبان وكنت بس عايزه منك فلوس ان انا اجيب له العلاج اللي الدكتور كاتب له عليه امبارح. الله يخليك يا اخويا، ما تحرمش منك أبدا. لا ما مش هروح البيت بقى، مش هاجيلك البيت، اما تطلع من الشغل ابقى قابلني في الشارع هاخد الفلوس منك وخلاص. لا ما فيش يا احمد، ابقى اقابلك في الشارع بقى، مش هاجي البيت هناك عند امك، لا.
لا يا احمد مفيش حاجه، طمن يابا. خلاص يا حبيب اختك اما تطلع من الشغل هقابلك. ماشي. ربنا يخليك ليا يا احمد، يا رب. والله ما عارفه اقول لك ايه يما، والله ما عارفه اقول لك ايه، ربنا يهديك. خد يا محمد، قوم يلا يابا، اشرب كوبايه السواد ده اهي، قوم قوم كده استنى، قوم استنى بشيلك استنى يابا. شفاية